السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين الأمانة العامة. جبت لكم توضيح. قبل ما ندخل في التوضيح نقول لكم فعلوا لنا باش نجيب لكم دائما من جديد وديروا لنا جيم للفيديو. نقرأ لكم التوضيح. التوضيح للإخوة المقاومين حول استفساراتهم عن قضية التسوية، يعني تسوية المقاومين أثناء العشرية السوداء. أولا، قامت مصالح الاستعلامات العامة للأمن الوطني ERG بالتواصل مع رؤساء المكاتب الولائية والبلدية للمنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين حول مطالب المقاومين طبعا، وهذا بناء على مراسلة من وزارة الداخلية منذ حوالي 20 يوم لمديرية هذه المصالح، وفق أمر من السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون للسيد وزير الداخلية والجامعات المحلية. ثانيا، تم التواصل مع رئيس المنظمة السيد بوعشرين ميلود بعد 3 أيام عند انطلاق هذا الأمر من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية حول الموضوع نفسه، موضحا له أن السيد رئيس الجمهورية أصدر أمر للسيد وزير الداخلية بالتكفل بالعملية والتكفل بمطالبهم. بعد هذه العملية تم عقد لقاء السيد رئيس الجمهورية مع بعض قادة المصالح الأمنية والعسكرية حول الموضوع نفسه. ثالثا، من حوالي 15 يوم قامت مصالح الدرك الوطني من فرق إقليمية بالتواصل مع رؤساء المكاتب الولائية حول العملية نفسها، كما تم إعداد وتحويل القوائم الإسمية للمقاومين إلى القيادة. رابعا، هناك تعليمات أصدرت لمصالح الدرك الوطني منذ أيام للانطلاق في عملية وطنية وعن قريب جدا. لهذا نخطر الإخوة أننا نحن في تواصل مع جميع المصالح والمؤسسات للوصول لحل جذري ونهائي لهذا الأمر، والحث على تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية في أقرب الآجال. هنا ملاحظة في الأخير: من يريد أن يتأكد يقول لكم من صدق المعلومة يتصل برئيس المكتب الولائي أو البلدي حيث يقطن، يعني المكان اللي يقطن فيه. فاطمئنوا ستفرجوا بإذن الله. إذن إن شاء الله هذا يعني خاص كما نقولوا إحنا لي باتريوت، لكل من حمل سلاح في أثناء العشرية السوداء. إن شاء الله أخبار خير، ويعني المنظمة راهي تدافع عليكم. المنظمة للمقاومين يعني راهي تدافع عليكم، إن شاء الله فيها خير، يعني بعد الصبر إن شاء الله راح يجي الفرج. خلونا تعليقاتكم كومنتير وفعلوا لنا باش نجيب لكم دائما جديد. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله. تفاءلوا خيرا تجدوه.